مربى البلح السماني ده الموسم بتاعه، المربى دي عشق، المربى دي أنا ورثت طريقتها عن جدتي وعن ماما الله يرحمهم، مربى تحفة. البلح السماني أو البلح الأصفر اللي هو ده بيبقى موجود في السوق الفترة دي، استغلّوه منتشر جدًا، بنجيب منه اللي هو الناشف مش الرطب، بنبتدي بقى إن إحنا نقشّره، أنا لسه ما غسلتهوش وما عملتش أي حاجة، بابتدي أول حاجة إن أنا أجيبه وأقشّره كلّه لحد ما أخلّص الكمية كلّها. عايزة أقول لكم إن مربى البلح دي بتكون تحفة، ومن أنواع المربات اللي هي مش بيكون لها عسل تقيل بقى ولا القصص دي، عايزاكم تتابعوا معايا الفيديو لآخره وما تفوّتوش ولا تركّاية فيه، عشان لو وقعت منكم تركّاية في النُص مش هتعرفوا تكمّلوا المربى للآخر. باقشّر بقى بالمقشرة، بالسكينة، بالطريقة اللي تريّحكم، المهم إن إحنا نخلّص كل كمية تقشير البلح بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وخلّيكم معايا واوعوا تنسوا اللايك للآخر عشان هتاكلوا أحلى وأطعم يعني مش قادرة أقول لكم على جمالها عامل إزاي بقى كده في الفطار والّا في العشا، مع قشطة، مع كريمة، مع أي حاجة. خلاص كده إحنا ضبّطنا البلح وقشّرناه كلّه، وغسلته كويس جدًا، أمسكه بقى تحت الحنفية ما ارحمهوش غسيل، بابتدي بقى إن أنا أحطه في حلة كبيرة واغمره كلّه كده بالمَيّة، واحطه بقى على النار، وهاقول لكم بقى من هنا تبتدي بقى مراحل التسوية بتاعته. بُصّوا بقى هو كده بيبتدي لون المَيّة بتاعه يغيّر، وبيبتدي اللون بتاعه يغيّر، أنا كده لسه برضه سايباه على النار، مش هاعمل أي حاجة، هامشي معاكم خطوة بخطوة. باسيبه بقى كده على النار حسب بقى ما ياخد معايا وحسب الكمية. بُصّوا كده بدأ لونه يغمق تاني، أول بقى ما ألاقي اللون بتاعه بيبتدي يتحول من اللون البيج بقى، يبتدي يدخل على اللون البني الفاتح أو الجراي ده، هاقول لكم بقى وقتها هنعمل إيه. بُصّوا بقى هو ده بقى اللون اللي أنا عايزاه، خلاص المَيّة بتاعتي ابتدت تاخد اللون البني اللي هو زي العسل، وهو ابتدى ياخد درجة من البنيات الفاتحة، هابتدي بقى إن أنا أطلّعه وأحطه في مصفى أسيبه يبرد خالص، والمَيّة مش عايزاكم تيجوا جنبها، إحنا مش هنرمي المَيّة بتاعته تمامًا، هنعمل إيه بقى هو هنا برد، بابتدي بقى إن أنا أزُق النوى بتاعته بشاليمو كده، أبتدي إن أنا أزُقّها بتطلع بُصّوا بمنتهى السهولة أهي. أبتدي بقى إن أنا أخلّص كل الكمية اللي اتسلقت معايا بالشكل ده، وطبعًا زي ما إحنا متفقين المَيّة بتاعته إحنا ما رميناهاش، إحنا سايبينها في الحلة على النار زي ما هي. ممكن أعمله بقى سكينة، معلقة، مقوار، أي حاجة، دي المَيّة بتاعته اللي إحنا سيبناها أهي زي ما هي. هاعمل إيه بقى فيها، هابتدي أنزل فيها بعصير كده إيه 3 ليمونات، أنا هنا كنت عاملة مقدار 5 كيلو، فأنتم حسب المقدار بقى اللي هتعملوه، وهابتدي أنزل المقدار كل كيلو بلح بياخد إيه، بياخد معايا كيلو إلا ربع من السكر، يبقى كل كيلو من بقى على نار كده متوسطة يفضل بقى إيه، يدّي مع بعضه لحد ما أقول لكم إمتى هيبدأ إن هو يستوي. باشيل بقى طبعًا الريمة بتاعته ديّة اللي بتطلع، باشيلها وأفضل إن أنا مهدية عليه النار من متوسطة لهادية، وكل شوية كده أقلّبه، كل شوية هنلاقيه بيبتدي يغمق، يغمق، يغمق لحد ما يوصل معايا للون ده، والاقي العسل بتاعه بدأ يقِل، شايفين اللون اللي وصل له ده؟ هنا خلاص هو فاضل له دقايق وهاطفّي عليه، هاعمل إيه بقى، هاحط له كام واحدة قرنفل كده حَبّ، طعمه بيروح في ناحية تانية خالص. القرنفل مش باحطه غير في الآخر خالص، عشان يفضل محتفظ بالنكهة بتاعته، وادّي له آخر غلوة واطفي عليه النار على طول. شايفين بقى؟ بُصّوا البلحية لونها بيكون عامل إزاي، وبُصّوا العسل لونه بيكون عامل إزاي، ما بيوصلش لدرجة التُقل بتاعة المربات التانية زي الفراولة والتين والقصص دي، لأ هو بيتقل سِنّة، لكن بيفضل إن هو عامل شبه الشربات. وكُلي بقى أحلى مربى بلح بقى بالعيش الفينو، هتناديكِ مش قادرة أقول لِك عاملة إزاي.